مساء الخير عليكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب المبارك، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 2026، وان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. الفيديو ده انا بعمله بعد توقف لمدة سنتين. انا اخر فيديو عملته في فبراير 2024، يعني تقريبا بقالي سنتين اتنين ما عملتش اي فيديوهات، وبعمله كنوع من انواع الرخامة. يعني انا برخم على نفسي، اللي هو قومي بقى اشتغلي، قومي اعملي فيديو. طب انا ليه في خلال السنتين دول ما عملتش فيديوهات؟ قررت ان انا افهم انا ليه واقفه، ليه مش عايزه اتحرك، ليه خايفه ان انا ارجع ابتدي من جديد طالما ان انا ده الطريق اللي انا اخترته يعني. فقررت بعد طبعا ما دعيت ربنا ان انا هواجه المخاوف دي، وقلت طب انا عايزه اعرف يعني عقلي بيفكر ازاي، ايه الحاجات اللي بتدور في مخي وبفكر فيها وبتخليني في الاخر اقف بدل ما اخد الخطوه واتحرك واعمل فيديو. لا، ده انا بقف. وقررت ان انا اكتبهم على الورق اشوف. لقيت اول حاجه هي ان انا خايفه من الماضي. يعني مخي على طول اول ما ببتدي اخد الخطوه وقلت طب انا هبتدي ادور على افكار وابتدي اكتب سكريبت، بيقول لي ما عملتي فيديوهات قبل كده يا ست، يعني كان ايه اللي حصل، يعني كنت وصلتي لفين يعني. فالاقي نفسي بتراجع. الحاجه التانية اللي بتيجي في دماغي مش بقى الماضي، المستقبل. ابتدي يخوفني من المستقبل، اللي هو وبعدين هتعملي فيديوهات، هتوصلي لفين؟ يعني القناه مثلا هيبقى عليها ملايين، هيبقى معاكي متابعين كتير، طب انت عارفه اصلا هتعملي ايه؟ طب انت عارفه المحتوى بتاعك في خلال شهر؟ طب في خلال سنه؟ طب انت عارفه المحتوى بتاعك في سنتين 3 4 هيبقى ايه؟ فلاقي نفسي برضو بقلق واتراجع. الحاجه الثالثه بقى، ودي اهم حاجه واخطر حاجه واكتر حاجه بتخوفني في الخمسه، هي ان انا بخاف من الناس. والله انا اكتشفت ان انا بخاف جدا جدا، بترعب من الناس. انا بخاف من الناس يا جماعه، بخاف من ارائهم، بخاف من تقييماتهم، بخاف من نقدهم، وبخاف اكتر كمان من صمتهم وتجاهلهم. يعني مش هبالغ لو قلت لكم انه 90% من سبب توقفي هو ان انا خايفه من راي الناس. يا ترى اللي هقدمه ده هيعجبهم؟ هيحبوه؟ هيبسطهم؟ هيتابعوني؟ مش هيتابعوني؟ انا دايما عندي تشكك في ده، دايما ما بلاقيش اجابات مريحه. هيدعموني؟ طب هما بيدعموني عشان بيحبوني؟ طب هم بيحبوني؟ دايما عندي القلق ده، دايما القلق ده موجود يعني. واوعدكم بفيديو كامل هتكلم على موضوع العلاقه مع الناس، وقد ايه هي فعلا بتاثر علينا في حياتنا، وبتاثر علينا في كل جوانب الحياه، مش في جانب واحد بس، في كل جوانب حياتنا. بتاثر على الجانب المهني، بتاثر على علاقتك بنفسك، بتاثر على علاقتك باسرتك، بتاثر على كل حاجه في حياتك، بتاثر بعلاقتك بالناس. الحاجه الرابعه، ودي برضو من الحاجات اللي كانت بتخوفني جدا جدا، هي المقارنه مع الناس، او المقارنه مع الاخرين اللي هم اليوتيوبرز اللي عندهم كمان متابعين كتير. كنت بسال نفسي يا ترى انا، دول شاطرين قوي، دول بيعملوا حاجات واو، بيعملوا حاجات فظيعه، دول عندهم متابعين كتير، يا ترى انا هبقى عندي في يوم من الايام متابعين زيهم؟ طب انا المحتوى بتاعي قوي زيهم؟ كنت دايما حته المقارنه دي برضو بتوقفني. خامس حاجه واهم حاجه واخطر حاجه، هي حاجه كده بنسميها السعي الى الكمال. انا من الناس اللي عندها يعني بصنف نفسي ان انا بيرفكشنست، او شخص كمالي زي ما بيقولوا كده، او بيسعى للكمال. يعني هو مش بيبسطني اي شيء. انا لازم ارجع بعد غياب سنتين اريالي مثلا 100 كتاب و500 بحث، لا ومصوره بكاميرا ديجيتال، وعامله مش عارفه شكلي ايه وبتاع، وجايبه ايه ومصوره في مكان ايه. لازم يبقى في شويه شروط كده تعجيزيه بحطها لنفسي. طبعا الشروط دي عمرها ما بتتحقق، وعلشان اصلا انفذها انا محتاجه لي مثلا 4 سنين. يعني عشان ابتدي مثلا في 2030، مش هبتدي دلوقتي. ما اخبيش عليكم، في الماضي انا كنت فعلا بستسلم للمخاوف دي، وكانت فعلا يعني لما اي حاجه فيهم بتقفش فيا كده خلاص انا بقف، ما بعرفش اتحرك، ما بعرفش حتى امسك ورقه وقلم واكتب، مجرد حتى ان انا اكتب سكريبت. ده اللي كنت بعمله في الماضي. اينشتاين بيقول الغباء ان تفعل نفس الشيء كل مره وتنتظر نتائج مختلفه. فانا قلت بدل ما نفضل في هذا الغباء،
نحاول ان احنا يعني نفكر بشكل مختلف ونطلع بنتائج مختلفه. فهنفضل خايفين مش هنتحرك. خلينا نواجه المخاوف دي. انا في الموضوع ده استخدمت العلاج الجدلي السلوكي، وهي انه انا بكتب المخاوف دي اللي هي عباره عن افكار، بالمناسبه هي افكار في عقلي، وببتدي ان انا اتعامل معاها زي القاضي اللي بيدور على ادله تدعم الفكره دي، او لو ملقيش ادله فاذا الفكره دي فكره مش صحيحه. فانا كتبت الافكار دي وابتديت ان انا فعلا اتعامل معاها زي القاضي. فمسكت الفكره الاولانيه اللي هي الخوف من الماضي، وسالت نفسي هو انا خايفه من الماضي، او خايفه ان انا كنت بقف وبسال نفسي طب هو انتي هتعملي فيديوهات، طب هي الفيديوهات اللي فاتت وصلت لفين؟ طب هي المشكله في ان الفيديوهات اللي فاتت ما وصلتش لحاجه، او اللي احنا ما وصلناش لحاجه؟ هل المشكله في الحركه ولا المشكله في التوقف؟ المشكله في التوقف مش في الحركه. الحركه دايما بتوصلك لشيء، لكن التوقف هو المشكله. فاذا احنا حتى الفكره دي نفسها اللي هي بتقول لك طب انت يا عم ما انت عملت حاجات كتير في الماضي، وصلت لفين؟ ما انت ما وصلتش عشان وقفت، لو ما كنتش وقفت كنت وصلت. فاذا الفكره دي مش مظبوطه. اكس. يلا اللي بعده. الفكره الثانيه، الخوف من المستقبل. انا خايفه من المستقبل. طب انا هعمل ايه؟ طب انا هوصل لفين؟ طب القناه دي هتجيب متابعين ولا مش هتجيب متابعين؟ طب هيبقى عندي افكار، طب هيبقى مش عندي افكار؟ الحاجات دي كلها مش بتاعتي. الحاجات دي كلها مش بتاعتي، والاسئله دي مش بتاعتي. انا كده بحمل نفسي فوق طاقتها، لان انا كل اللي مطلوب مني هو ان انا ادور على فكره، وابتدي ان انا ابحث حوالين الفكره دي، واكتب سكريبت، وانزل اصوره، واجتهد على قد ما اقدر ان انا اطور المحتوى ده قدر الامكان. بس انما اوصل لفين، اروح لفين، القناه دي تنجح ما تنجحش، يبقى ليها متابعين ملهاش متابعين، حاسبها واعمل حاجه تانية، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. فانا ماموره بالسعي واعمل اللي عليا. لكن طول ما الفكره دي بتسيطر عليك انت ما بتقدرش تعمل اللي عليك، يبقى الفكره دي برضو مش مظبوطه. اكس. اللي بعده. الفكره الثالثه بقى هي الخوف من الناس. علشان ده ما يحصلش انا هحاول اقدم محتوى صادق، محتوى حقيقي طالع من القلب، محتوى بيعبر عني. مش بس هتكلم في الحاجات اللي تعجب الناس وبس، لا، انا هتكلم في الحاجه اللي انا مصدقاها انا شخصيا، اللي انا مصدقاها وحساها، فباذن الله هتوصل للناس. الناس طالما انت بتكلمهم في حاجه صادقه، في حاجه حقيقيه، في حاجه تفيدهم، وهيكون همك وهدفك انك تفيدهم، مش انك تتشاف ويتقالك برافو بس، يبقى ان شاء الله الحاجه تنجح. فاذا برضو التخوف ده مش في محله. نيجي بقى للحاجه الرابعه، وهي المقارنه مع الناس. انا ليه هقارن نفسي بالناس؟ يعني هل ينفع ان انا اقارن نفسي بيوتيوبر بقاله مثلا 5 ولا 6 سنين شغال باستمرار، يعني ما وقفش لحظه؟ طب ما هو شوف اي يوتيوبر ابتدى ازاي، شوف اول فيديو هو عمله وقارنه بفيديو مثلا بعد 4 أو 5 سنين شغل متواصل، هتلاقي ان هو بيتطور. فطبيعي انه ما ينفعش ان انا اقارن نفسي وانا لسه ببتدي، لان انا كمان مش مستمره، بواحد شغال مستمر ليه 4 سنين او 5 سنين، او حتى لو هو شغال 2 باستمرار، فهو برضو متقدم عني، لان انا محصله شغلي كلها مش 2 مستمره. فاذا ما ينفعش ان انا اقارن نفسي بغيري، وما ينفعش ان انا اقارن نفسي بغيري، لانه في النهايه هو بيقدم حاجه وانا بقدم حاجه. انا عندي محتوى وهو عنده محتوى تاني، انا عندي تجربه انسانيه وهو عنده تجربه انسانيه تانيه، انا متميزه في حاجه وهو متميز في حاجه. انا كل المطلوب مني ان انا اشوف نقط القوه اللي عندي، اشوف انا شاطره في ايه، انا اقدر اتكلم في ايه، ايه اللي انا متميزه فيه واعمله. لكن ما اعملش وما اقلدش زي اي حد واقارن نفسي بيه، علشان ما توهش من نفسي وعلشان احب اللي انا بعمله. اخر حاجه بقى وهي السعي للكمال. طبعا الحاج كمال، طبعا انا ما عرفتش بصراحه اخلص منه لغايه دلوقتي، يعني انا بحاول ان انا يعني اطلع من المطب بتاع الحاج كمال ده. الحاج كمال زنقني مفطسني، بس يعني هو لغايه اصلا وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو، يعني كمال جالي وقال لي ايه السخافه اللي انت كاتباها دي، يعني السخافه دي هتعجب الناس؟ فانا يعني قررت ان انا هغلس على الحاج كمال زي ما هو بيغلس عليا. فقلت له بص يا كمال، يعني اركن انت على جنب دلوقتي، عشان السخافه اللي مش عاجباك دي عجباني انا، معلش مالكش دعوه. طنش. السعي للكمال ده يعني شيء محطم للاعصاب، وعمرك ما هتكون راضي ولا واثق في شغلك 100%. وفي النهايه كل المطلوب منك
انك تعمل اللي عليك بس، وتجتهد على قد ما تقدر. انما دايما في فرصه للتحسين. الفيديو ده مش احسن حاجه، والله نشوف اللي حصل في الفيديو ده مش حلو ونظبطه في الفيديوهات التانية. يعني الدنيا مش ما خلصتش، احنا لسه عندنا وقت ان شاء الله ان احنا نعمل شغل احسن ونجتهد ونطور. بس نشتغل، نتحرك، اي امكانيات نتحرك ونطور واحنا بنشتغل. مش قصه يعني، لا بلاش الحاج كمال. اهو انا الحمد لله بعد ما كنت قلقانه وخايفه وكان قلبي بيعمل بوم بوم بوم، انا عملت الفيديو الحمد لله اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اعرف منكم انتوا ايه المشاريع اللي انتوا مأجلينها يعني ونفسكم تبتدوها في 2026. يعني قولوا لي الدنيا عندكم عامله ازاي، ايه المشاريع، سواء كانت مشاريع تتعلق بالدراسه، تتعلق بالشغل، تتعلق بالسفر، كورسات عايزين تاخدوها، او حتى دايت انت عايز تبتديه. يعني قولوا لي ايه المشاريع اللي انتم مأجلينها وانتوا ليه مأجلينها؟ يعني ايه السبب؟ ايه المعوقات؟ هل هي يعني عندكم مخاوف من المخاوف الخمسه اللي انا ذكرتها، ولا عندكم حاجات اكتر، ولا عندكم حاجات اقل، ولا عندكم حاجات مختلفه؟ يعني عرفوني في الكومنتات، وان شاء الله المره الجايه هعمل لكم فيديو مهم جدا جدا عن التعامل مع الناس والسمات والسلوكيات اللي في الناس اللي احنا مش قادرين نفهمها، وازاي نتعامل مع الناس بواقعيه مش برومانسيه، علشان نقدر ان احنا يعني نعيش حياه متوازنه من غير تعب ومن غير قلق. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله الاسبوع الجاي. تحياتي سوزان محمد سعيد، باي باي.